أسعد الله مساءكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 34 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مركز الأبحاث الزراعية الوطني في حلحل يقيم أنشطته ويبحث تصور 2022. وفوجة الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي تنجز أعمالا فعالة. إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير في العاصمة مقديشو. انتهى التحذير من التسونامي جراء ثوران بركان تونغا. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بكين لبحث كيفية تنفيذ اتفاق مع الصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط إصابة 34 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت إصابة واحدة في مركز العزل و33 في مراكز الفحص، وهي في عدي قعداد وأربعة اسمراء وسط المدينة وترافل وبشاول وماي تمناي وأخريا وقجرت وقزباندا وقحوتا وسعد كريستيان، ومصابون قادمون من عد خالا ودكم هرم. في غضون ذلك شفي 71 مريض كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وتوفي رجل يبلغ 76 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 70910، شفي منهم 7326 وتوفي 87 مريضا، فيما لا يزال 497 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 16 من يناير 2022. قيم مركز الأبحاث الزراعية الوطني في حلحلة في الاجتماع السنوي المنعقد في 10 من يناير الأبحاث الزراعية المنعقد المنفذة في عام 2021، وبحث تصور العمل في 22 و22. وأوضح التقرير بأن وزارة الزراعة كانت تجلب بذور محسنة من الخارج وتقوم بتجاربها عن طريق مركز الأبحاث الزراعية في حلحلة وتوزيعها على المزارعين عن طريق قسم الإرشاد الزراعي بعد تلقيحها والتأكد من إنتاجيتها وسلامتها. وأشار التقرير أيضا إلى توزيع علف حيوان لوبين مستجلب من غرب أستراليا لتنمية العلف الحيوان الأخضر كما ونوعا، بما حققت الأبحاث الجارية لزيت الخردل نتائج مرضية. وقد نفذت أبحاث تجريبية لبذور 92 نوعا من النباتات، حيث جمع 36 نوعا من البذور التجريبية من كافة أقاليم البلاد، 18 عين مائية و18 سائلة وصلبة وصماد طبيعي. وأفاد التقرير فيما يتعلق بالثروة الحيوانية بدء أعمال بحثية في تربية النحل وإنتاج العسل وتلقيح أكثر من 162 كيلوغرام يستخدم لعلف حيواني، ويجري العمل لرفع إنتاج الألبان بتحسين مشروع تغذية وإدارة الأبقار. وذكر التقرير بأن الأنشطة الجارية باستنبات الأنسجة كالبطاطس والتمر والموز ظلت تسجل تطورا ملموسا، وقد تحقق هذا العام وخاصة في تنمية التمر وتنظيم الدورات التأهيلية والتدريبية للمزارعين والخبراء إنجاز كبير. وفي الختام أشار التقرير إلى أن الأبحاث الزراعية الجارية في نقاط غردات وقلوج وأكلالات وشامبيقو وغيرها من النقاط تسهم بفعالية، وأن مشتى الأكلالات يستطيع إنتاج 75 ألف شتلة، مما يدفع ذلك العمل جيدا. أفاد التأييم الذي أجري في 12 من يناير في حاضرة الإقليم الجنوبي مدينة مندفرة بأن مفوضية الثقافة والريادة في الإقليم سيرت أعمال فعالة. وقدم المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيد أبراهام يوهانس تقريرا مفصلا أوضح فيه تعرقل الخطة الاستراتيجية الخمسية التي وضعت قبل سنتين بالتشاور مع الخبراء لتقوية الأنشطة الثقافية، وذلك نتيجة لانتشار جائحة كورونا، إلا أن المهام المنفذة بالتركيز على الدراسات والدورات وتنوير الأعياد الوطنية كانت مرضية.
وشهدت الأعمال المسيرة إعداد منشورات بحثية ترتبط بالتراث اللامادي والآثار القديمة، وتقديم دورات تأهيلية حول الإدارة والقيادة، وكذلك الدراسات الجارية للمباني الأثرية والموروثات التراثية. وقال السيد أبراهام فيما يخص برامج هذا العام أن تعزيز دورات الرقصات الشعبية وآلات موسيقية وإقامة فرق تقليدية وعصرية، وكذلك تقوية الدراسات البحثية وحماية الموروثات التراثية من أهم البرامج الموضوعة للتنفيذ، فيما تجري مساعي حثيثة لإقامة متحف إقليمي. وقدم الأستاذ هيثم مريم قبل مدهن تقريرا واسعا حول الأنشطة الرياضية، ذكر فيه بأن الجهود الجارية لتسيير أنشطة رياضية بالتركيز على قاعدة أهلية حسب المديريات حققت نتائج جيدة، وكنتاج لذلك ظهر رياضيون موهوبون في كافة المجالات الرياضية. وأوضح الأستاذ هيثم مريم أن مفوضية الرياضة والثقافة نظمت دورات تأهيلية إدارية لرفع قدرات أعضائها، مشيدا بجهود الاتحادات لتنظيم مسابقات رياضية فعالة. وذكر تطور مشاركة المرأة من عام لآخر، داعيا المديريات التي لم تمتلك البنى التحتية الرياضية الفعالة التركيز على المجالات التي لا تتطلب منصرفات كبيرة. في الكلمة الختامية ألقى رئيس المجلس الشعبي بالإقليم الأستاذ والداي جبر ذكر فيها أهمية دور الأنشطة الرياضية والثقافية لإنجاح البرامج الدرامية إلى تنشئة الشباب تنشئة جيدة. أعلنت جمعية معاقي الحرب الوطنية بأن الجهود الجارية لتحسين الرصاد الاجتماعي لأعضائها حققت نتائج مرضية. وأوضح مسؤول قسم التأهيل وإعادة التنسيق السيد إبراهام كفلسيان تهيئة بيئة صلبة لتنظيم دورات تأهيلية وتقديم القروض المالية والخدمات الصحية لمعاقي الحرب وحماية السيادة. وتشتمل الدورات على القيادة وأعمال الفخار والتطريز وتربية النحل والمواشي وثقافة الحاسوب وتقارة الحاسوب والبناء. وأوضح السيد إبراهام أنه بموجب البرنامج الصادر لتقريض الأعضاء الحاصلين على التدريب المهني تم تقديم قرض مالي قدره 57 مليون نقفة ل 2722 عضو في الفترة ما بين 2016 و 2018، وتقديم قرض مالي بأكثر من 2.1 مليون نقفة خلال عام 2021، داعيا المستفيدين إعادة القرض في أوانه. كما تم دراسة الأوضاع المعيشية ل 2500 امرأة في كافة أقاليم البلاد، حيث قدمت قروض مالية دون فائدة بأكثر من 2.8 مليون نقفة ل 227 امرأة الأشد احتياجا. وقد حققت غالبية المعترضات تحسنا ملموسا في حياتهن المعيشية. وقال السيد إبراهام إن الجمعية أدخلت في المناطق النائية 16 مؤسسة للطحين بتكلفة 2.2 مليون نقفة، وظلت تقدم خدمات نشطة. وأشار إلى افتتاح مراكز رياضية في أقاليم الأوسط والجنوبي، وعن سبب الاستفادة من الأدوات الرياضية المرسلة من فرع الجمعية بشتوتغارت الألمانية تقدر ب5 ملايين نقفة، ولا زالت تقدم خدمات رياضية فاعلة. وأوضح السيد إبراهام فيما يتعلق بمؤسسة النظارات الطبية التي افتتحت عام 2009 بأن حوالي 18,000 مواطن حصل على خدمات جيدة بأسعار مناسبة. وزع برنامج مول في إقليم عنسبة عام 2021 حوالي 27 مليون نقفة إلى الزبائن، مما أثر ذلك على المستفيدين تأثيرا إيجابيا. وأوضح مسؤول برنامج الادخار والقروض المصغرة في الإقليم السيد جيتو هبتسين أن الهدف الرئيسي من برنامج مول هو تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإلى جانب ذلك تطوير المؤسسات التجارية المصغرة. وأشار السيد جيتو إلى أن القروض المقدمة تشتمل على الأشخاص والمجامع وكذلك الموظفين الحكوميين، ويسمح تقديم القرض للمصالح الزراعية والتجارة المصغرة بعد أن تقدم معلومات دقيقة ودراسات معمقة عن البرنامج.
برنامج مول في إقليم عنسبة يضم 11692 زبون و137 بنكا أهليا في مديريات علا برعد وكرن وحمل مالو وحقات. وقال الزبائن إنهم استفادوا جيدا من القروض التي حصلوا عليها، مما ساهم ذلك في تحسين حياتهم المعيشية. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قالت الشرطة ووكالة الأنباء الوطنية في الصومال إن المتحدث باسم الحكومة أصيب في تفجير قام به انتحاري عندما افترق طرق في العاصمة مقديشو. وقال المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن مفجرا انتحاريا استهدف المتحدث باسم الحكومة الذي يعالج حاليا في المستشفى من إصابات لحقت به في التفجير، ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم. وفي الماضي أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل على أهداف أمنية وحكومية، بل وأيضا على مدنيين. انتهى خطر حدوث تسونامي جراء الثوران البركاني في أرخبيل تونغا السبت، حسب ما أعلن مركز التحذير من أمواج المد البحري العاتية في المحيط الهادي، لكنه تسبب في أضرار مادية كبيرة في ساحل نوكوالوفا الشمالي وفق سلطات نيوزيلندا، وتسبب في أمواج ارتفاعها 1.74 مترا ضربت شانرال في تشيلي على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر، وأمواج أقل ارتفاعا على طول السواحل من ألاسكا إلى المكسيك. وأدى ثوران بركان هونغا تونغا هونغا هاباي الهائل تحت المياه قبالة جزيرة تونغا إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في عدد من دول المحيط الهادي، وأظهرت تغطية مصورة على منصات التواصل موجات تقتحم بيوتا في ساموا. وألحق التسونامي أضرارا كبيرة من دون سقوط أي ضحايا، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، التي قالت إن التسونامي كان له أثر كبير على ساحل ناكوالوفا الشمالي، مع لفظ البحر سقفا وصخورا كبيرة إلى الشاطئ من دون تسجيل وقوع ضحايا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه من المقرر أن يناقش مع المسؤولين الصينيين كيفية تنفيذ اتفاقية 25 عاما مع الصين. وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مطار بكين بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي على رأس وفد سياسي واقتصادي. وصرح أمير عبد اللهيان بعد وصوله إلى بكين أن الهدف من زيارته هو مناقشة العلاقات السياسية الثنائية مع المسؤولين الصينيين وكيفية تنفيذ اتفاقية 25 عاما بين إيران والصين. وقال خلال اجتماعه مع وانغ يي إنهما سيراجعان آخر وضع لبرنامج التعاون بين البلدين الذي مدته 25 عاما. وبحسب سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فإن الوثيقة التي تبلغ مدتها 20 عاما حول التعاون مع روسيا أيضا قد اكتملت تقريبا.
حذرت دراسة أجراها فريق أبحاث كندي السائحين الراغبين في القيام برحلات إلى المريخ من أن عدم توافر كرات الدم الحمراء الحاملة للأكسجين في الجسم بكميات كافية خلال الرحلة فيما يسمى بأنيميا الفضاء قد يكون عقبة أمام إتمام رحلاتهم. وأوضح الباحثون أن السائحين الواقفين في طابور للسفر بالرحلات الفضائية القصيرة ربما يتعين عليهم أيضا البقاء في بيوتهم إذا كانوا معرضين لخطر فقر الدم الأنيميا وهو نقص خلايا الدم الحمراء. ويؤكد الأطباء أنها ترجع إلى تكسر خلايا الدم الحمراء الناتج عن تحولات السوائل في الجسم عندما يدخل رواد الفضاء في حالة انعدام الوزن، ومرة أخرى عندما يعودون إلى مجال الجاذبية الأرضية. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 34 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مركز الأبحاث الزراعية الوطني في حلحلة يقيم أنشطته ويبحث تطور 2022. مفوضية الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي تنجز أعمالا فعالة. إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير في العاصمة مقديشو. انتهاء التحذير من الصونامي جراء سوران بركان تونغا. ووزير الخارجية الإيراني يصل إلى بكين لبحث كيفية تنفيذ اتفاق مع الصين. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.